الاهلي خسر من سان داونز 5-0 في لقاء الذهاب في دوري ابطال افريقيا، ودي اسوأ واكبر نتيجه لفريق مصري في البطوله دي. طيب الاهلي يرجع ازاي؟ هو فعلا الاهلي ممكن يكسب 5-6 مثلا؟ الحل الوحيد ان فريق سان داونز ده يدخل مثلا حاجه زي الثقب الاسود، بس احنا عندنا ثقب اسود حلو كده، بص معايا. ده الثقب الاسود الوحيد اللي ممكن ياكل فريق سان داونز، وده اللي جمهور الاهلي اثبته من حتى قبل اينشتاين ما يثبته. طب ازاي ده بقى يحصل والاهلي يكسب 6-5 كده يعني؟ تعالى بقى وانا اقول لك يا برنس. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج جول مشترك، وازاي الاهلي يقدر يرجع في دوري ابطال افريقيا، او ايه هي اصلا فرصه اللي موجوده في الماتش اللي جاي. بس قبل ما اتكلم عن الماتش ده انا عايز اقول حاجه بسيطه جدا كده عن الدوري المصري. قبل ما الاهلي يركب الدوري جمهور الاهلي كان بيسالني هو الاهلي عنده فرصه ان هو ياخد الدوري ولا الزمالك كده ركب والدنيا انتهت، وانا كنت دايما برد بقول الدوري لسه طويل، والفرقتين سواء الاهلي او الزمالك هيخسروا نقط. لما كان الزمالك راكب الدوري كان جمهور الاهلي بيخش عندي ويسالني يقول لي ايه، هو الاهلي لسه عنده فرصه انه يكسب الدوري؟ اقول له لسه عنده فرصه انه يكسب الدوري. الدوري طويل والفرقتين هيخسروا نقط، وما زلت باكد على نفس الموضوع ان الفرقتين هيخسروا نقط كتيره الفتره اللي جايه. لسه عندهم ماتشات مهمه سواء الاسماعيلي سواء المصري بالنسبه للاهلي، بيراميدز الاثنين سواء الزمالك او الاهلي هيلعبوها، وفي نفس الوقت الزمالك والاهلي هيلعبوا بعض، فلسه في مجال ان الفرقتين يخسروا نقط، فالدوري لسه ما اتحسمش سواء للاهلي او للزمالك. نبدا بقى نتكلم على ماتش سان داونز عشان عندنا ماتش مهم. الماتش اللي جاي ده ماتش مهم جدا وماتش قوي جدا، وبالتالي الاصعب على مدار تاريخ النادي الاهلي. انت خسران 5-0 على ارض المنافس وعايز تكسب هنا 5-6، والموضوع دوت علشان يحصل انت محتاج تعمل شويه عوامل مهمه جدا. لو انت جيت تقسم العوامل اللي انت عايز توجدها في الماتش ده عشان تقدر تكسب ماتش بالشكل ده، هم 3 عوامل. اول حاجه الجمهور، وده بنسبه 40% دوره كبير جدا. تاني حاجه اللعيبه، واللعيبه رد فعلها في الملعب وقتالها في الملعب عليه برضو 40%، و20% على المدرب. خلينا ابدا كده واقول لك بالراحه الجمهور دوره ايه في الماتش ده. لو انت رايح تتصور في الماتش فده ما اعتقدش ان انت هتبقى كده من جمهور الاهلي. جمهور الاهلي من اول دقيقه لحد اخر دقيقه بيشجع، بس لازم التشجيع في المباراه دي يكون قوي جدا ويكون بشده جدا ويكون طول الوقت. من اول ما اللعيبه تنزل تبتدي تسخن لازم تشجع لعيبه الاهلي بشكل كبير جدا عشان تقدر تخوف المنافس. لازم المنافس ده يخش الاستاد حاسس انه دخل جحيم، دخل مكان مش هيعرف يخرج منه ابدا، فعلا دخل الثقب الاسود زي ما انا قلت قبل كده. فمن الاخر جمهور الاهلي مطالب ان هو يشجع من اول دقيقه لحد اخر دقيقه بكل الحماس اللي موجود عنده، ومحدش مهما كانت النتيجه يخرج من الاستاد. من اول دقيقه شجع وبس، وبكده يبقى عندك 40% بسبب الجمهور اتحققوا من العوامل اللي انت محتاجها. اخش بس على 20% الاول بتوع المدرب. المدرب عنده نقط مهمه جدا لازم يعملها. المدرب عليه عامل كبير جدا في اعداد اللعيبه نفسيا، جزء كبير جدا من دوره ان هو يخلي اللعيبه دي نازله تاكل النجيله، ده رقم 1. رقم 2 في التدريبات لازم تمرن اللعيبه على الكور الثابته وعلى ضربات الجزاء. الكور الثابته مهمه جدا، ولو انت مش فاكر اقدر اقول لك على برشلونه ان بالكور الثابته والضربات الجزاء جابت 3 اجوان من ال6 اللي جابتهم في مباراه باريس سان جيرمان التاريخيه اللي كان فيها اكبر ريمونتادا في العالم. فالكور الثابته والضربات الجزاء في التمرين مهمين جدا، لانك ممكن توصل لنتيجه 5-0 مثلا وتبقى متعادل وتروح لضربات جزاء، فلازم اللعيبه تبقى جاهزه نفسيا وذهنيا لحاجه زي كده. تاني حاجه مهمه جدا لازم يعملها المدرب هي الخطه. المدرب لازم يحط خطه متوازنه هجوميا، تبقى هجوميا كبيره قوي وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها الثغرات الدفاعيه اللي موجوده في ماتش سان داونز اللي فات. وائل جمعه اقترح في الاستوديو التحليلي اللي فات ان هو يقدر يلعب الاهلي ب 3-4-1-2. انا من وجهه نظري الخطه دي متوازنه هجوميا ودفاعيا، بتضغط بشكل كبير قوي على المنافس وفي نفس الوقت خط ظهرك مش مفتوح قوي. لو انت لعبت ب3 مثلا في خط الظهر، ال3 دولت ممكن يبقوا ايمن اشرف، رامي ربيعه وياسر ابراهيم. ولو رامي ربيعه مش موجود ممكن تحط محمد هاني، يبقى واحد على اليمين واحد على الشمال، بيروح ورا الباكات اللي هيلعبوا في الاربعه اللي في النص يلموا برده وراهم. الاربعه اللي في النص ممكن تلعب على الشمال علي معلول وعلى اليمين محمد هاني او حسين الشحات، لان حسين الشحات كان بيلعب في الدور ده زي ما قلت قبل كده. والاثنين اللي في النص يا حسام عاشور او حمدي فتحي وجنبيهم عمرو السوليه. بالنسبه بقى للواحد اللي قصادهم على طول ده، انا من وجهه نظري ان هو ممكن يكون رمضان صبحي. رمضان صبحي بيقدر يلعب في المكان ده كويس، هيبقى عنده مساحه بعرض الملعب يروح يمين وشمال زي ما هو عايز، وفي نفس الوقت لما تحب تحتفظ بالكوره رمضان صبحي قوي وهيقدر يحتفظ بالكوره، والسيروهات اللي هتتلعب للاثنين المهاجمين هتبقى كويسه جدا.
الاثنين المهاجمين بقى، او فكره الاثنين مهاجمين من وجهه نظري هي كويسه. ليه؟ لان انت لما بتلعب باثنين مهاجمين في خط ظهر دفاع سان داونز اللي هو من وجهه نظري خط دفاع ضعيف جدا، هيعمل لهم دربكه كبيره قوي، وهيخليهم مش قادرين يمسكوا ده ولا ده، غير لما ترمي مهاجم واحد في حضن اثنين الاثنين يقسموا عليه. لا، لو لعبت باثنين هتخلي الزياده الهجوميه بتاعتك اقوى، وفرصك على الجون هتبقى اكتر. ممكن تلعب باجاييه جنب وليد ازارو، او ممكن تلعب بوليد ازارو ومروان محسن. الاثنين دولت هيستغلوا العرضيات اللي ممكن يعملها الشحات او محمد هاني اللي بيلعب على اليمين، او من على علي معلول اللي هيلعبها من على الطرف الشمال. دول هيستغلوا الكور العرضيه في الهداد بشكل كويس جدا، وهيفتحوا لك برده مساحات في خط ظهر الفريق بتاع سان داونز. تالت حاجة بالنسبة للمدرب اللي لازم يعملها، لازم يقسم الماتش كويس جدا. لازم يفهم اللعيبة ان اول ربع ساعة لو دخلت جولين ممكن تكسب الماتش بسهولة جدا وتخلص كل النتيجة اللي انت عايزها، بس لو انت ما قسمتش الماتش بشكل كويس ممكن يحصل لك حاجات مش لطيفة خالص. فانك تجيب جونين في اول ربع ساعة ممكن يبقوا جون تالت قبل ما الشوط الاولاني ينتهي، ودي نتيجة كويسة جدا بالنسبة للشوط الاولاني. بس المشكلة الاكبر في الشوط الثاني ان الفريق اللي قصادك ده هيبتدي يفهم ان انت بتلعب ازاي، فلازم يبقى لك تغيير، وده اول تغيير تعمله، تغير شويه في طريقه اللعب وتخليها 4-3-3 زي ما كانت، وتبتدي تضغط تاني اكتر على الفرقه علشان تربكهم وتربك حساباتهم. ولو ربنا كرمك يا عم لاسارتي وجبت جونين كمان، وانا شايف يعني مفيش حاجه بعيده على ربنا يعني، وبقيت في اول الشوط الثاني جايب جونين وبقت النتيجه 5، فهنا بقى فاضل تلت ساعه، وده حضرتك التلت ساعه دولت مسؤوليتك انت فقط لا غير. ازاي هتخلي الفرقه بتاعتك او هتعمل تغيير او اتنين ممكن تلم بيه الدنيا، وفي نفس الوقت لو انت في الناحيه الثانيه خسران او فاضل لك جون او فاضل لك جونين او ايا كان في التلت ساعه دول، التغيير الهجومي سيادتك اللي هتعمله علشان تقدر برضو تقلب بيه الدنيا. فالتلت ساعه الاخرانيين دولت من الاخر لا لعيبه ولا جمهور ولا اي حاجه تانية، هم المدرب بس. يجي العامل الثالث اللي هم ال 40% بتوع اللعيبه اللي لازم يتواجدوا علشان يقدر الاهلي يكسب المباراه دي بنتيجه مشرفه، او ان هو يقدر يصعد للدور الثاني. اللعيبه عليهم دور مهم جدا. اللعيبه في الماتش اللي فات خذلوا الجمهور بشكل كبير قوي، الجمهور مستني منهم في الملعب رد فعل كويس. ممكن ما تكسبش المباراه ديت بالنتيجه اللي انت عايزها 5 أو 6 أو تصعد، بس لازم الجمهور يحس من اللعيبه دي ان هم ليهم رد فعل كويس قوي. اول ربع ساعه هو اللي هيبين رد فعل اللعيبه، واخر تلت ساعه هو برضو اللي هيبين رد اللعيبه، التزاماتهم بتعليمات المدرب، وفي نفس الوقت الروح اللي تبقى موجوده في الملعب والضغط القوي اللي يبقى موجود. ولازم اللعيبه تركز جدا 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 قدام الجون. الاهلي عنده مشكله كبيره قوي في الفينيشنج، واللعيبه مسؤوله بنسبه كبيره قوي مع المدرب عن الموضوع ده. بلاش الجماعيه الزياده. لو انت شايف الجون وحاسس ان تقدر تحط الكره في الجون، حط الكره بالشكل اللي انت متعود تحط الكره بيه، ما تبقاش مقلق وباصي اللي جنبك وترمي مسؤوليه على اللي جنبك. اللعيبه لازم تتكاتف جوه الملعب، ولازم تظهر فعلا رد فعل علشان تحسس الجمهور ان هم على قد المسؤوليه. وبكده انا بقولت الثلاث عوامل المهمه جدا اللي لازم تتواجد علشان يقدر الاهلي يعدي من المصيبه اللي هو فيها. فعندك الجمهور، عندك المدرب، عندك اللعيبه، بس في اسلحه تانية او عايز اكد على مجموعه اسلحه لازم الاهلي يستخدمها. اول سلاح هي الكور العرضيه. لو انت هتلعب باثنين مهاجمين ازارو وجنبيه مروان محسن، فالكور العرضيه هتبقى عامل مهم جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ممكن يجيب منه جوان. تاني عامل واللي هو عامل برده مهم جدا هي الكور الثابته. الكور الثابته ممكن تجي لك كور ثابته كتير قوي على ال 18 نتيجه الضغط بتاعك، فلازم تستغلها بشكل كويس لانها ممكن تكون مصدر للاجوال، وافتكروا برشلونه زي ما قلت في اول الحلقه. ثالث عامل والمهم جدا هي ضربات الجزاء. الضغط اللي ممكن يعمله الاهلي ممكن يخلي فريق سان داونز يرتكب اخطاء كتيره جدا جوه ال 18 ويجيب ضربات جزاء للنادي الاهلي. لازم اللعيبه تركز جدا وهي بتلعب وتتمرن عليها كويس قوي في التمرين، علشان ضربات الجزاء ممكن ربنا يكرمك محدش يعرف يعني والاهلي يكسب 5 فيروح لضربات جزاء. فضربات الجزاء برده من العوامل المهمه جدا 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 في الماتش ده. ملخص اللي انا عايز اقوله في الحلقه ان الفرصه صعبه تكاد تكون 1%، بس برده مش مستحيله لو الجمهور ساند اللعيبه واللعيبه ساندت بعضيها والمدرب ركز في المباراه وحط خطه كويسه جدا وقسم المباراه بشكل كويس. ممكن النادي الاهلي يوصل لنتيجه المرجوه ان هو يكسب يعدي، او في نفس الوقت حتى يحسن الصوره اللي ظهر بيها في الماتش اللي فات. فمن الاخر الناس كلها عندها فرصه كبيره جدا. الجمهور عنده فرصه ان هو يصنع جيل جديد جدا من اللعيبه، ان يبقى عنده بدايه الطريق لجيل سوبر، واللعيبه عندها فرصه ان هي تبتدي تاخد الطريق دوت وتوصل لنهايته ويبقى فعلا جيل سوبر. والمدرب عنده فرصه كبيره جدا انه يتحول من مدرب فاشل في المباراه اللي فاتت لمدرب عبقري. اللي انا عايز اكد عليه بالنسبه لكل الناس سواء جمهور، لعيبه، مدرب، اي حاجه، ان لو الاهلي عدى من الدور دوت للدور اللي بعديه، ده مش معناه ان اللعيبه كده خلاص صلحت الجمهور. لا يا حبيبي، انت كده
كده صلحت غلطه انت عملتها قبل كده بايديك انت والمدرب بتاعك، فمن الاخر انت صلحت غلطه بس. والرد الوحيد اللي المفروض يكون موجود منكم او الحاجه الوحيده اللي انتم ممكن تصالحوا بيها الجمهور هو فعلا انك بعد ما تعدي الدور ده لو ربنا كرمك توصل لنهائي البطوله وتاخدها. طبعا انت دلوقتي كجمهور بقيت ثقب اسود فخلاص، فانت بقيت في العالم الاخر، فيا ريت بقى وانت هناك في العالم الاخر تشترك على القناه، تعمل لنا شير للحلقه مع الناس اللي في العالم الاخر يمكن يتفرجوا عليها ويبقى عندنا فيورز يعني. وفي نفس الوقت كمان ان انت يعني اتفرج على الانستجرام هتبقى فيه حاجه مهمه جدا ليها علاقه بكاس افريقيا وليها علاقه بالقرعه، فتابعنا هناك، تابعنا على الفيسبوك، تابعنا على تويتر، تابعنا في كل مكان. اشوفك الحلقه الجايه.